محكمة. ما هي قضيتكم؟ ما هو القضايا عندكم، الملفات كل شيء عندكم صح. في القضاء. القضاء بس يعني ايه المحامي حقك وينه؟ المحامي حقي بالبيت. ما هي القضية؟ قضايا عندكم بالملفات. تمام نسينا القضية. ما هو هذا ظالم عليه 70 قضية جنائية لحد الآن ولا طلعت على الآخر حاجة. القضية ما هي بينك وبينه. قضايا إنه أراضي وفلوس، يعني نهب عليه أراضي وفلوس. ما نهب عليك؟ الأراضي حقي والفلوس نهب عليه والآن منتظرين الحكم النهائي. ليش؟ أنا اطلعت أمس على الملف. بعدك يا شيخ، بعدك احنا بأي حاجة، أي حكم. خلاص الآن حكم المحكمة. بأي حكم الآن تحكموا أنتم يا قضاة؟ احنا نحكم بحكم أي حكم؟ دباب العسل. 7 سنوات ولا حكم ولا حاجة، يعني تمكنون. يا أخي ما هو شغلك، ما هو شغلك. أنا قاضي، أنا أحكم. هذا الحكم خليه يشوف شغله لو سمحت. محكمة، أنت محكمة عشان طحك بالمطرقة. يا قاضي فرق الكرار حقك. ألو الآن الحكم الأخير والنهائي. تمام. الحكم الأخير تنطق المحكمة، وحكمت المحكمة حصوريا وطرقيا وليليا. هذا ما هو من حكمات. هذا حكم نجار. نجار ما تهيد معي مطرقة حق نجارة ولا ما هو ولا قاضي. نجارين احنا سرقة يا أخي، نهابين حق الناس بالعربي المبين. حكمت المحكمة حضوريا على المتهم، ما يسمع الآن، علي مدري من دب العسل. موجود الحمد لله. بالبراءة من كما هو بريء الذئب من دم يوسف. وكما تحكم المحكمة على المدعي بأنه وإنه كما نحن في بالسجن لمدة 7 سنوات ناقص 3 سنوات، وإذا زاد الدب عسل 4 سنوات. حكم عليه وخارج. دبتين أمانة، دبتين زيرو. دبتين خلاص. 15 سنة إذا بعد 2 قباحة أمانة مؤبد 3 مليون. حكمت عليه المحكمة مؤبد بالسجن المؤبد. ظالم. ما داري إنه ظالم، ما داري إن إحنا ظلام، ولا نصبنا ولا نحكم بحكم الله ولا بحكم رسوله ولا بقانون دولة. ظالمين والله ظالمين. سويسرا طهي الحين. ما أنا لا أجيب لكم ذا الحين. يا عسكري يلا عاد نراجع لك شنو الباقي. يلا هي خدمات يا قاضي، ما تحتاج. ها